السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده توزيعات للعيد الكبير ان شاء الله. احنا سبق وعملنا توزيعات للعيد، هوريها لكم على الشاشه قدامكم دلوقتي. عملناها في الفيديو اللي فات، وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف واول تعليق مثبت في القناه عشان لو عايزين تشوفوها. وعملنا المره دي التوزيعه دي، تمام. وهنا هيكون فيها البونبوني او اللي احنا عايزين نحطه يعني. كل اللي احنا هنحتاجه العلبة دي بيجي فيها ايس كريم، بيجي فيها مهلبية، بيجي فيها رز بلبن، وكمان بتتباع سعرها مش غالي، يعني ان احنا نشتريها فاضية ما فيهاش حاجة، فاحنا هنستعملها. كل اللي احنا هنحتاجه القطن، هنحتاج قطن معانا، وهنحتاج اي حاجة يكون ليها سن. هناخد قطعة من القطن وهنلفها كده، وهيكون ده شكلها. هنعمل منها كذا قطعة. وهنحتاج قطعتين من ورق الكانسون بلون اسود او بني. لو مفيش كانسون يبقى ورق فوم عادي، اي حاجة عندنا تقوم بالغرض. اول حاجة هنحط سيليكون هنا، وهنلزق الورق ده. بعد كده هنحط السيليكون هنا، ونبتدي ان احنا نلزق القطن بالشكل ده. هنعمل الصف التاني اللي فوقه. وهيكون ده كده شكله. هنحتاج لورق الكانسون باللون الاسود او البني، ولو مش موجود ممكن نستغنى عنها ونستعمل فوم، او نستعمل قماش الجوخ، او اي حاجة عندنا يعني تقوم بالغرض نفسه. هنبتدي ان احنا نرسم وش الخروف. احنا هنعمل هيكون ده كده شكل راس الخروف. هنقصها وهنلزق الراس هنا، وهنحط عليها برضو من هنا قطن. وهنستعمل العيون دي. وبقلم الكوليكتور هنحط نقطتين للمناخير. وانا هنا عندي دي كتوكة قديمة هستعملها. هنحطها على الخروف من هنا كده، وده كده هيكون شكلها. هنحط الحلويات اللي احنا عايزينها هنا، والفلوس كمان، وهنقفل العلبة. وده كده بقى الشكل النهائي للتوزيعات بتاعتنا اللي على شكل خروف. وممكن ان احنا كمان نغطي الاجزاء دي كلها، ويبقى خروف فعلا بجد نديه الاطفال يلعبوا بيه.
واكيد طبعا الاطفال هتفرح بيه جدا جدا جدا، وما اخدش مننا حاجة ولا حتى كلفنا حاجة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.